7 أعراض مرضية لا يجب عليك تجاهلها. حذر تقرير طبي من تجاهل 7 أعراض صحية قد يعتبرها الشخص العادي بسيطة، إلا أنها في واقع الأمر قد تسبب الإعاقة أو حتى الوفاة إذا ما تم تجاهلها أو لم يتم معالجتها فورا من قبل طبيب مختص. والأعراض ال7 التي لا يجب تجاهلها هي: أولا، ألم الصدر، الألم الذي يشعر فيه المريض بأن قلبه يعتصر قد يشير إلى أزمة قلبية، وفي هذه الحالة يجب على المريض أن يفتت قرص أسبرين ويضعه تحت لسانه ثم يتصل فورا بالإسعاف. ثانيا، صعوبة مفاجئة في النطق، أي صعوبة مفاجئة في النطق قد تكون إشارة لحدوث سكتة دماغية، لذا يجب التوجه للطوارئ فورا. ومن العلامات الأخرى للسكتة طمس أو فقدان للبصر خاصة في إحدى العينين، وشعور بالدوار بدون سبب واضح، أو حتى صداع مفاجئ. ثالثا، البكاء بسهولة، خاصة إذا صاحبه صعوبة في اتخاذ القرار أو في التركيز أو حتى تذكر الأشياء. وإذا ما استمر هذا العرض لأكثر من أسبوعين فيجب استشارة طبيب نفسي، لأنه دليل على إمكانية حدوث اكتئاب مرضي. رابعا، العطش المزمن، الشعور بالظمأ والذي يصاحبه إحساس بالتعب غير المبرر والالتهابات المتكررة قد تكون إشارة على الإصابة بمرض السكري. خامسا، وجود دم في البول، قد يكون الدم في البول دليل على وجود التهاب في الكلى أو المثانة، لكنه أيضا من الممكن أن يكون دليلا على وجود شيء أكثر خطورة كوجود حصى في الكلى. سادسا، القروح غير العادية أو الكتل أو الآفات الجلدية، وهذه الأعراض قد تكون علامة لوجود سرطان بالجلد، لذا يجب استشارة طبيب خاصة إذا كانت هذه الآفة الجلدية غريبة الشكل أو اللون. سابعا، صداع مزمن، في حالة حدوث صداع مزمن مفاجئ يفضل الذهاب للطوارئ، لأنه قد يكون علامة لوجود التهاب بالأوعية الدموية أو ورم بالدماغ.